خلاص يا غالي، الفترة اللي جاية دي هي فترة الإنقاذ زي ما بيقولوا، هي فترة اللي غرقان لازم يلحق نفسه، اللي مراكم لازم يلحق نفسه، الشخص اللي ماشي من أول السنة لازم يخلي باله كويس جدا، لأن الفترة اللي جاية دي أهم من اللي فات ده. هو ممكن يبقى الفترة اللي فاتت دي شغال كويس جدا، ويجي الفترة دي يقع يضيع عليه كل اللي هو عمله. ممكن شخص تاني يبقى بادئ من الصفر بيلم نفسه يجيب درجات كويسة جدا. فالفترة دي هو أهم فترة في ثانوية عامة، فلازم تخلي بالك من الكلام اللي هيتقال في الفيديو ده وتنفذه كويس جدا. انا بقول تنفذه، مش تسمع الكلام تعديه على ودنك وتروح تشوف فيديوهات تانية وانت قاعد قدام التليفون تقلب وخلاص وتحط لايكات اللي انت بتعمله. لا، تسمع النصايح تنفذها، تستعين بالله، ان شاء الله هتظبط امورك. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه يا احباب؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا دلوقتي على مشارف شهر 3. لو انت شفت الفيديو يعني قبل شهر 3 ما يبدأ، تمام. لو شفته بعد شهر 3 فبرضه نفذ الكلام مهم جدا، مش لشهر 3 بس. حابب اقول لك ان الشهر ده مهم جدا زي ما سمعت في المقدمة. الشهر ده فعليا مهم جدا جدا جدا، هو نقطة الالتقاء او نقطة التفرقة. التقاء الواحد بيلم نفسه، هيبدأ من النقطة دي هيوصل في الآخر بإذن الله. نقطة التفرقة لو شخص بادئ من أول السنة وجا استهتر الفترة دي هيضيع، واستعيذ بالله يعني ان حد يضيع منكم. فلازم نثبت كده ونركز في الكلام اللي جاي. ولكن قبل ما نبدا بقى يا ريت لايك جميل وسبسكرايب وبرضه لايك عشان الفيديو ينتشر، تمام. في بدايه الشهر ده هنقع في خطا كبير جدا جدا وناس كتير جدا باقي منكم هتقع فيه، وهي فكره التشتت او ضياع الوقت او عدم التركيز او الواوا. المشاكل اللي بتقابلكم الكتير دي كلها بتطلع في الشهر ده، لان اللي بادئ من اول السنه بيجي في الفتره دي ويتعب، وانا كنت من الناس دي. واللي لسه ما بداش تعبان نفسيا لاحسن ما يلحقش. بالنسبه بقى للشخص اللي لسه ما بداش وعايز يبدا، نفسيتك دي يا ابني والله حاجه بسيطه جدا. انت بس توكل على الله، وانا بقول لك والله 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 وده حلفان وحسب عليه امام الله سبحانه وتعالى. انت لو بدات من دلوقتي واستعنت بالله واسترجلت كده ومسكت المنهج واحده واحده وبدات تلم وتظبط نفسك وتحل كويس، هتلحق وتجيب مجموع كويس. مين قالك ان انت مش هتلحق؟ المجموع ده رزق من عند ربنا. زميل ليك ممكن يبقى بادئ من اول السنه ويحل 10 كتب وربنا ما يسهلوش ويجيب مجموع، وانت ممكن تبدا من دلوقتي وتجيب مجموع. ده مش تقليل منه ولا بعظم فيك او بقول فيك كلام مش هيحصل، لا، لان مجموع الثانويه العامه ده رزق. هو رزقه ممكن ما يبقاش في الكليه، انما انت رزقك هيبقى في الكليه الفلانيه، فبالتالي لازم تجتهد وتعمل اللي عليك. عارف ايه الفرق بينك وبين واحد بيجي اخر السنه يقعد يعيط ويزعل ويتقهر ويتعب؟ الفرق واحد استغل وقته وعمل اللي عليه، انما التاني ما عملش اللي عليه فما كانش بيعيط على المجموع، ده بيعيط عشان هو ما عملش اللي عليه. انما الشخص اللي بيعيط على المجموع ده ربنا يهديه، لان هو لازم يقتنع ان المجموع رزق من عند ربنا. تبدا وهتلحق الشخص اللي لسه ما بداش. طب نعمل ايه بقى الفتره الجايه دي عشان نبقى كده كويسين وحلوين مع بعضينا؟ اول حاجه، اللي يضيع وقتك شوطه فعليا. عارف الكوره دلوقتي انا بشوطها، هو انت اعمل كده. اللي يضيع وقتك شوطه. اصحابك بيضيعوا وقتك قول لهم السلام عليكم اشوفكم بعد السنه، ما يزعلش، لان انت بعد السنه اصلا لما تروح كليه هتقابل ناس تانية، ممكن تقابل ناس احسن اصلا من اصحابك دول. انا مش بقول لك سيب اصحابك، بس بقول لك اللي يضيع وقتك سيبه. اصحابك اللي بيضيعوا وقتهم دول ممكن تكلم واحد يقول لك يا احمد انا ما فتحتش الكتب ليا 10 ايام، وهو كان لسه بيذاكر ولم الماده ومقفلها. كله بيخبس على كله دلوقتي، محدش بقى سالك لبعضه. فانت تخلي بالك من اصحابك اللي يضيع وقتك منهم شوطه. التليفون اللي انت ماسكه بيضيع وقتك اقفله يا باشا. في برنامج اسمه ديجيتال ديتوكس هيظهر لك على الشاشه دلوقتي، تنزله اقفل بيه الموبايل طول ما انت قاعد بتذاكر. طب انا بحتاج برامج على الموبايل، اعمل لك عمليه استثناء للبرامج اللي انت عايزها. طب والله انا بعمل استثناء مثلا للفيس والكلام ده بقعد اضيع عليه وقت. في والدك والدتك اخوك الكبير قول له بعد اذنك خد التليفون ده خليه معاك، ولو جيت لك على التليفون اضربني. اعمل كده. انت لازم تتحكم في نفسك الفتره الجايه دي. اهلك في البيت بيشتتوك ويضيعوا وقتك في زيطه في زحمه، نقي الوقت اللي البيت نايم فيه واقعد ذاكر فيه، نقي المكان البعيد عنهم واقعد ذاكر فيه. الحاجه التانيه المهمه
وهي الاستمراريه. انا دلوقتي مثلا لو لسه هبدا لازم ابقى متاكد 100% ان انا هقدر استمر فتره طويله. ما ينفعش ابدا اسبوع ويجي لي احباط واقعد. ما ينفعش ان انا مثلا بادئ من اول السنه واجي دلوقتي انا تعبت مش قادر اكمل مش عارف ايه والكلام اللي بيحصل ده ما ينفعش خالص. الفتره الجايه، الفتره الجايه عايزه واحد مستمر. اللي هينجح ويعدي الفتره الجايه بعد توفيق ربنا ده شخص قدر يستمر فترات طويله. يعني بالبلدي كده اللي روحه طويله هو ده اللي هيلحق، هو ده اللي هيوصل، لان هو ده مواظب على الاستمراريه. واكيد اي حد بيقول لك الجمله دي بيقول لك ان انت تبدا في موضوع سهل جدا، ولكن ان انت تحافظ على البدايه دي او ان انت تستمر الموضوع صعب جدا. فبالتالي انت لازم تستمر وتهدى كده وتحاول ان انت بقدر الامكان ما تقعش ما تهبطش ولا يحصل لك اي حاجه. وحتى لو وقعت انت هتقوم تاني، فما تطولش في وقعتك كده وتقوم تاني. ولكن بقى علشان الكلام ده يحصل لازم تخلي بالك من صحتك كويس جدا الفتره الجايه. ما ينفعش حضرتك يبقى بتاخد دروس طول اليوم تنزل من البيت من غير فطار، ده ما ينفعش. ما ينفعش ان انت تقعد تذاكر وانت جعان، ما ينفعش برضه. كل دي حاجات ملهاش لازمه. هو انت معتقد ان الاكل المذاكره اهم وكل ده اهم، ولكن الاكل اللي انت بتاكله ده هو اللي هيساعدك على المذاكره، هو اللي هيساعدك ان انت تستمر. ساعات النوم يا باشمهندس اللي انت بتنام 4 و5 ساعات ومعتقد ان انت كده هتبقى اول جمهوريه، يا باشا انت هتنام ليالي الامتحان. ما ينفعش الكلام ده. فلازم تظبط وقت نومك. محدش قالك اضغط نفسك علشان تبقى كذا، لا، انت بتبذل اقصى ما عندك. ولكن في ثوابت كده في حياتك. الثوابت دي ان انا نوم ما ينفعش يقل عن 6 ساعات خالص، ولازم يوم في الاسبوع على الاقل انام 7 و8 ساعات عشان اقدر استمر فتره طويله. ما هو لازمتي ايه مثلا امسك شهر 3 ده ضرب نار زي ما بيقولوا واجي في اخر السنه مش قادر اسقط؟ فدي مشكله كبيره. ان انت تستمر في نفس الوقت تحافظ على صحتك وقت نومك، ده اللي هيساعدك ان انت تستمر فترات طويله. في نقطه تانية مهمه برضو كان المفروض اقولها في الاول ولكن جت دلوقتي: ما تشغلش بالك بحد. انت رزقك غير رزقي غير رزق احمد غير رزق حسين. كل واحد رزقه مختلف عن التاني، كل واحد ليه طريق مختلف عن التاني. ما تجيش دلوقتي تقول انا لسه ما لميتش، ده زميلي لامم، ده زميلي عامل، ده زميلي مش عارف ايه. ما تقارنش نفسك بحد خالص، ده خطأ كبير هيخليك واحد من اتنين ملهمش تالت. الاول واحد ربنا رزقه النجاح ومتفوق، هتصاب بالغرور لو بصيت لحد اقل منك في المستوى. ولو انت شخص بقى مستواك يعني مش عايز اقول قليل، ولكن انت مستواك كده بيتدرج ومستواك يعني الى حد ما كويس، هتبص لواحد اعلى منك هتصاب بالاحباط. انت في تنافسيه وفي روح، ولكن انا دلوقتي اهم حاجه نفسي، اهم حاجه ان انا النهارده احسن من امبارح، بكره ان شاء الله احسن من النهارده. دي اهم حاجه في حياتك. انما بقى حسام ومحمد وعلي دول ماليش دعوه بيهم، براحتهم يا عم، كل واحد له طريقه. اهم حاجه انا ماشي صح، اهم حاجه انا بستعين بالله وشغال. نقطة تانية بقى مهمة بالنسبة للمراجعات، لو انتوا حبيتوا تبدأوا مراجعات انا منزل فيديوهين مهمين جدا: فيديو عن الكتب، فيديو ازاي تراجع. فشوفهم كويس علشان تقدر تلم المنهج بتاعك لو انت هتبدأ مراجعة. هيساعدوك جدا، هيوفروا عليك وقت، هيقول لك على الخطوات الصح وازاي تختار الكتب الصح اللي تساعدك ان انت تلم المادة كويس. وبيجي مني اسئلة في امتحان اخر السنة. فالفيديوهين دول هسيبهم لك في الوصف تنزل تشوفهم. لو انت بقى وصلت لحد هنا، بما ان ده نهايه الفيديو، يعني في ملحوظه بسيطه حابب اقولها لك، ودي بخليها كده في الاخر للناس اللي روحها طويل وعايزه تاخد المعلومات صح، مش بتعدي كده على الفيديوهات وخلاص. لو احبطت في فتره عادي جدا. لو جيت في مره قعدت كده اسبوع مش قادر تذاكر عادي جدا برضو. لو جيت حسيت ان انت مش قادر، ده كله جدا، ده عادي جدا يا باشا. مين قال لك ان ده مش عادي؟ مين قال لك ان ده خارج الفطره؟ مفيش حد زي ما قلت قبل كده بيفضل الكيرف بتاعه طالع كده تنين في نفسه، لا. اي حد بيجي عليه فتره يصاب بالملل بالاحباط بالزهق بالتعب، ده طبيعي جدا في حياتك. ولكن الشخص الناجح، الشخص اللي عايز يوصل للهدف بتاعه ايا كان بقى، هو في ثانويه عامه، في كليه، بيحقق هدف، بيشتغل، لا يستمر في الاحباط. ما يفضلش قاعد مكانه ويفضل بقى يندب حظه ويعيط ويعمل، لا. الشخص اللي بيقدر يتخطى اللحظه دي هو ده الشخص اللي بيوصل. تمام؟ انا كده بتكلم على التعب النفسي. لما التعب الجسدي لو اهتميت بصحتك، اهتميت بنومك، اهتميت بصلاتك، طبعا اهم حاجه، ان شاء الله كله يبقى معاك تمام. تمام؟ زي ما قلنا الاستمراريه اهم من الكم الكبير. ولو خدت جزء جزء ان شاء الله هتلم المنهج وتقفله. ما تنساش بقى جروب التليجرام بينزل عليه كل حاجه. واسف يعني لو الصوت مش كويس عشان عنده برد مبوظ معايا الدنيا يعني. يبقى لايك جميل وسبسكرايب عشان تشوف باقي النصايح. ويا ريت دعوه جميله ان ربنا يتمم شفاعة على خير. وما تنساش اخواتنا من دعائك ان ربنا يثبتهم وينصرهم. وما تنساش نفسك من دعوه جميله ان انت تحقق كل احلامك.